متابعي قناة فنون وأسرار مطبخي، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نبدأ نشرح المكونات مباشرة، وانتم أعطوني اسم لهذا الوصفة الرائعة والفخمة والبسيطة في نفس الوقت. عندي هنا نصف صدر دجاج أو دندو. حطيت التوابل، درت فلفل أكحل، درت الكركم ونصف ملعقة كبيرة من الثوم المهروس، حطيت بابريكا والملح طبعا حسب الرغبة. وراح نشكل كويرات يعني تكون صغيرة نوعا ما. أنا ما زدت لها خبز يابس، ما زدت لها والو يعني، لأني راح نستخدمها في أصوص. فقط إني فوحتها مليح. نشكل هذا الكعابر تاع الدجاج. قلت لكم وصفة أكثر من رائعة يعني، على قدر بساطتها، على قدر جمالها وذوقها. ذوق ديما نقول لكم، ما نحكي لكم مش حتى تجربوا الوصفة بأنفسكم. يعني ذوقها خيال، اكسبسيونيل كيما نقولوا، استثنائي. الآن جبت هذا الطاجن تاع الطين، دايرة فيه كمية من الزيت، خليته يسخن ورمت فيه كمية من البصل. الكمية دائما حسب أفراد الأسرة، دائما أنتم تقيدوا بالطريقة. أضفت الثوم مهروس كذلك، حوالي 3 سنين ثوم مهروسين. نحرك مليح، نقليهم شوي. نضيف لهم عصير من 6 حتى 7 حبات طماطم، لأنه هذا الصوص تعتمد على الطماطم الطازجة. نخليهم دائما يتجمروا شوي. نزيد نفس التوابل اللي أضفتها للحم، يعني كذلك راس الحانوت أو توابل مشكلة. ديما نقولكم كيما كاش راس الحانوت أضيفوا كروية وكزبر مطحونين، بابريكا حلوة، فلفل أكحل، كركم، ملح حسب الرغبة. كان يحب يضيف شوية كمون. هنا أذواق. نخليها دائما تتجمر، دائما تكون لفو تري فابل، يعني النار ضعيفة جدا شمعة، لأنه الطبق أصلا سريع في التحضير، ولازم صح يكون على مهل يعني يتجمر، خاصة كي لما تطيبوا في طاجين الطين. تعرفوا بلي الماكلة فيه لازمها تتجمر مليح، وكل ما تجمرت مليح راح تعطيكم ذوق رائع. يعني كيما تقلت عندي هذه الصوص الجميلة، نضيف هذه البولات تاع الدجاج. نخليهم يطيبوا كذلك، يتجمروا مليح. قلت لكم ما عرفتش ندير لها اسم هذا الوصفة، ديروا لها انتم الاسم. انا سميتها لي بلا اكسبسيونيل، يعني جاني طبق استثنائي. انا كذلك اول مرة راني نجربه. نخليهم لازم يطيبوا عندي مليح على نار شمعة. شوفوا طريقة تحريك الطاجين، يعني ما نستعملش مغرفة باش ما يتفتتوليش، لانه ما فيهمش البيض كذلك. بعد ما جمرت مليح، درت لها شوية فلفل أخضر حسب الذوق طبعا. نخليه يجمروا مليح، يعني نبقى كل شوي نشوف ونحركها. في الأخير البيض اختياري، تحبوا تضيفوا حبات بيض راح يزيد فيها النص طبعا. أنا درت لها 3 حبات. الكمية دائما على حسب أفراد الأسرة. هذه الكمية كفت لي حوالي 5 أشخاص يعني، وأزت يعني بالمليح. البيض هنا ملاحظة، تحبوا تخلوه مروب نقص طياب. كاين اللي يحبوه مروب، أنا الحقيقة نحبه طايب، ما نقدرش ناكله هو نقص طياب. في الأخير أضفت لها كذلك شوية نعناع مطحون، يعني زدت النصف يعني، أو تضيفوا لها أي نوع من البرسيلي، معدنوس، كزبر أخضر. بصح النعناع كي أضفته أزاد طعم رائع في الحقيقة، ما كنتش نحسب باش يأثر هكا. في الأخير أحبائي دائما نقول لكم ما تنسوناش بالاشتراك، وإذا كان هذا المحتوى يرقكم ويعجبكم دائما تنسوناش بتشجيعاتكم وتعليقاتكم، وتضغطوا على زر الإعجاب باش توصل لأكبر عدد من الناس ويستفيدوا. شوفوا هذا الروعة، وشوفوا هذا الشكل، شيء طيبة. وإلى اللقاء.